يابا حي الله أهل فرنسا، منتظر الأوبر حاليا وصار له ساعة أشوفه بالخريطة يفتر بنفس المكان. شو وقت يوصل؟ شو وقت أشوف باريس؟ شو وقت أشوف برج إيفل؟ لما نظلم الدنيا ظلمت هي. شوف الدنيا، بس فرنسا بيها طبيعة تموت، يعني مو بس باريس وبرج إيفل، بس يحتاج لها فد أسبوع أسبوعين واحد يستكشفها، مو مال حظي يوم واحد بس نسوي نقدر عليه ونشوف فرنسا ونتونس بأجواء باريس. ميرسي بكو، بس هالكلمة أعرفها، ميرسي ميرسي بكو. راح أشوف أي واحد بالشارع راح شو يقول ميرسي بكو. لك هذا البناء شنو من بشر، يعني مو هسه قبل 10 20 3 135 سنة بنوه هذا البرج. بايسكل باريس. شنو اللي يقول باريس في الضوء؟ شنو اللعبان النفس هذا مالتكم؟ أهم شيء تعتمدون بلياقتكم هاي توصلون للمرحلة اللي بيها رياضيين. أول عراقي بالحمام يصور برج إيفل. يابا وأخيرا شفنا البرج، نور برج إيفل. ايش كبره، ما كنت متوقع هيك حجمه ابد، حيل كبير. يعني بنى بسنة 1889، يعني صار له 135 سنة، يعني بوقتها كان من أعلى البنايات بالعالم كلها. مستحيل. يعني أنا دائما يخطر على بالي بأنه الإنسان قبل 135 سنة بنى هيجي برج يعني عظيم، كله حديد وتفاصيل وماكو هيج. وهسه ليش مدى نسوي شي بنايات زين؟ ليش هسه بعد مرور 135 سنة مدى نسوي هيجي بنايات بيها تفاصيل وحديد وتعب؟ يعني متعوب عليه. اوكي برج خليفة فشي عظيم وعملاق واعلى برج، بس بعد تفاصيل ما هذا يا اخي 135 سنة. طبعا هسه ميت جوع لازم اكل وما اعرف شو اكل، يعني شو الاكل الفرنسي منين ابلش ياكلون ماذا. بس باع المنظر انا دا امشي هيك باع المنظر قدامي ايفل تاور. يابا الايفل تاور زين. هسه نروح نشوف اكل لانه ما ماكل من الريوق. طبعا اكلت وكملت من هالقد ما كنت جوعان حتى ما اخذ الصوره الاكل راسا. طبيت هيك كملتها يمكن ب5 دقائق. الحمد لله والشكر. هسه لازم شنو نتمشى شويه ونهضم الاكل ونستكشف باريس. شنو بيها باريس بالليل؟ حرامات الدنيا شويه متاخره، يعني متاحف هاي السوالف اكيد معزله، بس نسوي نقدر عليه. شوف شنو مفتح. بعد البنايات القديمة، هي يمكن مو قديمة حديثة، بس البناء مالتها شقد احب هاي التفاصيل بالبناء، مو هيك قبل لبخ وعدل وها هي الحق بعض، يعني متعوب عليها حرفيا. بناية بانيها بعرق جبينهم. بعد المنظر مال البرج من هنا او ماي جاد. برج إيفل انا عبالي صغير طلع عملاق عملاق. يابا ومستمرين بالمشي. هسه راح احاول اصعد برج إيفل، اشوف شنو الصعده، مصعد درج تسلق. جاهز انا، شي يريدون انا جاهز. انا صغير كنت اسمع برج إيفل وبرج إيفل. برج إيفل من رموز فرنسا، ويمكن مو بس فرنسا هيك يعني اوروبا كلها. تقول اوروبا يجي على بالك برج إيفل. طبعا فتت جوا وشغلوا الضوايات المشهوره هاي كل ساعه يسووها، يمكن لمده دقيقتين يشغلون ضوايات ترمش. خل اشوف لكم اياها. فتت جوا طبعا، والحجم دا يعجبني كلش، دا يخوفني. بس باب مو حيل كبير، فد مرة كبير حيل عالي من هاي مشهور. لا حقهم يابا. او ماي جاد الحجم عملاق فد مرة. هذا الذكاء الاصطناعي على اساس الصانع البرج دا يحكي وياي. سويت سكان هنا بالقاع وخليت الموبايل هنا وطلع بالسن. شو يحكي هذا؟ فرع هيك يطلع البرج. شوفوا واو. Pour découvrir d'autres anecdotes sur ma tour, je vous invite à sélectionner un des 3 épisodes importants de son histoire. زين ليش بالعربي إيفل وبالإنجليزي آيفل وبالفرنسي ما أعرف شو يقولون فان خرب عرفهم شلون يحكون. هو باريس طلع اسمها مو باريس، احنا مو نقول باريس بالإنجليزي باريس،
معروفة. بالشي يسمونه بالفرنسي بري. شنو يقول باريس وفضوها؟ شنو هاللعبان النفس هذا مالتكم؟ تدرون ايش راح اسوي؟ راح اشتري التيكت ما صعده بالدرج. ما صعد شنو كلاوها، صاعد هيك يصعدك. اذا مو رجليه تتفلش ما مقبول. راح اصعد بالدرج، ما ادري كم طابق. اعتقد راح اتندم كلش. وسويتها واشتريت التيكت على مود اصعد مشيا على الاقدام بالدرج للطابق الثاني، ما ادري الثالث ما ادري، بس اشتريت اغلى شيء يعني اعلى شيء. قالوا لي ايش قد ما تصعد اريد اقعد عنه. اويلي يابا، هاي اول درجه ونقول يا الله اوه ماي جاد ايش راح يخلصها. تعبت. كان اختيار مو صحيح. ما الدرج ولا اريد افيق، ركباتي قامت توجعني. تقول عمري مو 28 98. بعدنا مستمرين بقوه، بس اعتقد يعني هاي كلها صعدتها لا شيء. المشكله اكو سياج بس الوقاع يعني صعدت ممكن مال 4 طوابق يمكن، لا اكثر 5 6 ممكن. دالتي وياكم واحكي وياي، احكي وياي قبل اللايف هو سوي كومنت الله يرحمك ايفل على هالبناء هذا. يعني كلها صعدتها ما فحطت ولا شويه، يعني كلش مرتاح بالصعده وماكو تعب. اهم شيء تعتمدون بلياقتكم حتى توصلون للمرحله اللي بيها رياضيين. ياته فيرست فلور. شنو؟ اكلها فيرست فلور. مكتب فيرست فلور يا ما الشقه الشاقون هي شقه ثقيل كلش هذا. عرفت الفيرست فلور قصدهم الطابق الاول من البرج، لانه كله صعده فهذا يعتبر الطابق الاول، يعني تصير قاعد له. اسمع المنظر يابا، منوره فرنسا، حيل منوره فرنسا. أنا أعتقد أكو هواية مسوين أكيد فلوجات باليوتيوب مال برج إيفل، بس ما حد مسوي فلوج من داخل الحمام مباشرة من حمام برج إيفل. راح أسوي فلاش أول عراقي بالحمام يصور برج إيفل. حاليا إحنا بالطابق الأول ومستمرين بالصعود. بعد المكان اللي بحمام جد مرتب كلش حلو. دا أمشي أنا على هالجامعة هسه تروح تنكسر. يمكن أعتقد لا تنكسر أموت من الجوع. من 3 أيام يلا وصل القاع. نكتة قديمة كلش بس حلوة. بعدها ضحك شوي حسب حسك الفكاهي. حسب حسك الفكاهي. هذا سخيف تضحك، هذا سيريس وما أعرف شنو ما تضحك. بعد القاع حاليا لازم نباشر بالصعود، نخاف يعزلون ونحبس فوق، فما نقدر نصعد حاليا. ليش ما نقدر نصعد؟ لأنه التيكت مالتنا غصبا عليك تصعد برجلك مثل الرجال. الطابق الثاني يلا نقدر ناخذ المصعد، هسه غصبا علينا نصعد بالرجل. شنو هالعذاب هذا؟ نيالهم اهل المصعد بالمصعد مرتاحين، بس حظ الخرا. مشكلة شنو؟ بدال قوان الدرج اللي يكمل فوق وافتر. صار ساعة 5 مرات افترت، يوم عاودين درج وانا اريد اكمل صعود. واخيرا لقينا الدرج. هسه لو ما صعد انا كان صاعد طاق صور فوق وشايف الفيو ونازل. اوه ماي جاد، لك وين اني؟ شورطني بس اعرف شورطني. ووصلنا للطابق الثاني. كل هالخبصة تخيلوا هذا الطابق الثاني، بس باع العلو. اريدكم تركزوا لي على العلو. اوه ماي جاد، فريش. تخيلوا هسه احنا بالنص. باع لك شنو هذا؟ لك هذا البناء شنو من بشر. يعني شي قاعد من النوم فد يوم قرر اريد ابني برج ايفل، اعلى برج بال 1887. يا معود عدل يا جماعته، معود عدل بدل شنو برج عالي. لا كله برج ومن حديد، وبسنتين لازم اخلصه.
وصلنا للمصعد منتظرين عم شنو فوق اعلى شيء حرامات. هو لو درج انا صعدت بقى النص الثاني صار لي فوق النص ساعه صعد درج. بس هسه شنو راح نرتاح لانه مصعد فعلى راحتنا نشوف ريفيو شلونه فوق. بي قمزه لا نرجع اني احمد وعلاوي نقمز بالحبل لو لا. وصلنا لأعلى شيء بالبرج. باع المنظر. اوه ماي جاد. باع المنظر. نصعد الدرج هذا ونشوف المنظر شلونه. هو هذا اللي اريد اني بالهواء طلع. شوف العلو. شوف العلو. بس باعوا فوق شو مخلين مثل المتحف صغير. هذا البناء هنا صعد فوق وبخر طابق وقاعد القعده هاي مال الانتصار مال سويت اللي ببالي. يعني هاي قعدت هيجي قاعد هنا قاعد بعدها هي الله ياخذ روحي هسه حاليا ما يهمني. حققت اللي اريده وبنيت البرج اعلى برج بالعالم. تخيلوا جوستاف ايفل اللي هو البنى البرج وبته ومنو اجاهم ضيف توماس اديسون بنفسه اجى لهنا على مود يبارك لجوستاف ايفل على البناء هذا الرهيب. ونزلت حاليا اني بالقاع. والله ما ردت انزل بقات هيك تقريبا نص ساعه بس اتامل العلو عظمه الخالق. عظمه الخالق شلون باريس بنايات مقسمه وما اعرف شلون. والبرج هو علوه يعني العلو مالته مو طبيعي. هي هاي السالفه اللي مدى مرات اتخيلها قبل 135 سنه بنوه هذا. يعني مو هسه قبل 10 20 3 135 سنه بنوه هذا البرج. ما ادري فشي اشوفه عجيب غريب. يعني وحدي هيش لو توهمين قولوا لي بالتعليقات. يعني خاف خبلاني ما ادري فشي مو طبيعي. يعني تخيلوا انا صعدت مو هذا الطابق هذا بالدرج الثالث الاخير بالمصعد لازم. ولو اكو بالدرج كان سويتها بس مع الاسف ماكو درج. مستمرين باستكشاف باريس يابا. شوف شكو ماكو شنو بيها. اولي هذا النهر شايف عليه افلام فيديوهات. اكو قناه على اليوتيوب واحد هنا يجي حبل مغناطيس ويشمره هنا بالنهر ويطلع. شوف شنو حديد قديم مسدس من 1820 سيف قديم ما اعرف شغلات عامي شان من هذا النهر. يعني شايف فيديو له مال باريس. الأجواء هنا جميلة كلش. مع البرج هذا دا يعزف. أحب هاي الأغنية كلش. يغنون أغاني رومانسية مال اثنين عشاق بباريس مو مثل حظي. لا يشاحلة. صوته حلو يعني. شوفك مدينة العشاق باريس يعني يا اخي. بس يعجبك هيك تجي هنا انت هاي ويش تباوع وتستمعن بالنظر. شنو تستمعن ما ادري بس افتهمتوها. تستمتع تستمتن ما اعرف ايش اسمها. ما اعرف بعد المنظر من هنا برج ايفل يابا منور الغالي. طبعا دا اتمشى ساعة 12:30 وكلها عزلت باريس وخبصونة. ها شارع عظلم بس انا الوحيد اللي امشي. بس يطلع دا امشي باخطر مكان بباريس. تخيلوا ماكو احد. نمشي والله كريم. نشوف وين يوصلنا هذا الطريق. ماكو احد. يعني سيارات اكو كم سيارة تفوت بس اشخاص يمشون ماكو اي احد. والبرجيب اللي ذاك يعني مو كلش بعيد. واحد هسه يطلع دم الاحتجال وما ادري يعني. تخيلوا اريد اعيط شي كل علوي باريس. سمعتوا حتى صداكم. هنا بدأت الأجواء تصير حلوة. هذا الضوء الأصفر والبنايات شكلها ما أعرف قديم. تصميمها قديم. يعني أعشق شيء اسمه ضوء أصفر.
بالشارع، يخلي المدينة تصير هيك راقية، عبالك أثرية تراثية، مكان تحسه آمن، هيك ترتاح له نفسيا. هسه مكان آمن ويطلعوا لي 3 بس سكاكين، كل واحد شايل مسدس سكاكين. طب غراضك وطينا الجو برو، وهاي الجو برو يابا خرب الجو برو. بس الرام مال 10 أيام مغرب وافترت وفلاج وما بقى شي ما صورته. هذا الرام يعني أعطي عمري على موده. تخيلوا خليه ياخذون اي شيء، موبايلي الجو برو، بس اقول لهم ملابسي عمي مصلخ، عرفوني مصلخ عادي اتمشى هنا، بس الرام لا تاخذوا رجاء. كان اجر بايسكل يابا، شوفه ما ادري هذا كهربائي لا ايه كهربائي يابا. ادوس شويه بايدر هو من وحده. اويلي بايسكل باغيس وشاب خرب بالحظ. واو بايسكل يابا بالوحدة بالليل بباريس، والاجواء لطيفة، بس كل ما ندعم لو اوقع ما بيه حيل، كلش تعبان. لو هذا يدوس بس تدوس بايدر من وحدة، منتظر واحد يجي ياخذ لي صورة. شرفكم صورة. صورة وي الونسة بشدة تعبان. هسه ارتاحت. بايسكل من وحده يمشي وسريع والهواء يلعلع لو يلعلع ما ادري. وفرنسا وباريس والبريك ما ندري لوين. لك ايه سلام هواي هنا اكو جزائريين تونسيين مغربيين. دوس لها لك سريع، مشكلته سريع، ما تدوس له بس شويه ويمشي من وحده. لك اختراع رهيب هذا. وين كان لما كنا صغار؟ وين كان لما كنت بالخامس ابتدائي واشتري بايسكل والبايدر واتعب هنا الامور تمام كلها، بس وحده بس فرة من وحده بعد انطلق. والله عمي تطور فرنسا. هذا يسموه شارع الامراء. كيف ماكو شارع الامراء؟ ما اعرف شو اسمه الشارع هذا. وميت برد ويديناتي متجمده ولا حد يحكي وياي، متونس. بريك سيارة بريك على كيفك يدعمونه. عمي الفرنسيين ناس يعرفون بالسياقه، من بابي هنا انا عايش. بس باعوا هذا الشارع. شنو هالجمال هذا؟ مستحيل. الله ايه الحلاوة دي. طبعا هاي السيارة الصغيرة موجودة بكل مكان، اعتقد يحبوها وسهلة بالباركينج لما يطبق وما تاخذ مسافة، فكلش هواية منها. حاليا بعدني اتمشى ساعة بال1:30 وبعد تعبت. لازم هسه اخذ اوبر وين يذبني بالفندق، وين اروح قبل للفراش من هاي النومة مو طبيعية، لأنه باكر أقعد الصبح ما عندي وقت، لازم أقعد الصبح ورأسا بوجي للمطار، لأن طيارتي بوردينج ب9:30 الصبح. وصلت للغرفة وراح أنام نومة مو طبيعية، لأنه نعسان نعسة، ما أدري إذا أقعد باكر على الموعد لو لا. إذا ما أقعد الطيارة تفوتني وأبقى بفرنسا وأدور لي شقة وأمري لله أعيش هنا. يلا تصبحنا على خير، أشوفكم باكر. صباح الخير. طبعا هسه قعدت وعلى السريع ركض حضرت جنطتي، وهسه منتظر التاكسي رايحين للمطار، لانه طيارتي البوردينج بعد اقل من نص ساعة، لا ساعة. طبعا اجى الاوبر وهسه متوجهين الى المطار، فلازم الحق